هقول لكم النهارده على فطار الفتوات في السيده زينب، فهخليك تفطر وتحلي وتعلى بالمزاج حبتين. فالسبوطايه دي مكلفاني حوالي 50 جنيه. بما ان ذكرنا السيده زينب رضي الله عنها، فلازم ندخل نصلي ونشوف جمال الجامع ونزور المقام. طبعا مش هحكي لكم على الراحه النفسيه اللي جوه الجامع. وبعد ما خلصنا هنطلع لعم سعيد ابو طربوش، اصل الجبنه القديمه في السيده زينب. صباح يا حلو الطل، نهارنا ابيض نهارنا فل، بيعمل احلى سندوتش جبنه قديمه بالطماطم والخيار، واللي كان محل السندوتش بتاعه العيش الشامي اللي شغال تضرب لك 3 سندوتشات ماشي واحد منهم بالبيت لك 30 جنيه زي الباشا. عنوان سعيد ابو طربوش، واقف عند مترو السيده زينب اول ما تكسر شمال. محلها سيدنا، محلها ربنا والله، اللي محلها ربنا، محلها سيدنا النبي. انا الاصل والله بصراحه انا بيجي من جميع النواحي والله، ومن السعوديه والله ما شاء الله الحمد لله، ومن جميع النواحي، ومن امبابه ومصر الجديده ومدينه الحوت. شرك في شندوتش؟ لا والله الحمد لله رب العالمين، جميل قوي والله، تسلم ايدك جدا. محل ربنا والله، من عند ربنا والله. طبعا المكان التاني اللي هنحل فيه هو عرفه الكنافيه، ويعتبر مشهور جدا بلقمه عرفه، وبقاله زمن موجود في السيده